معظم الناس فاكرة إن عشان تغير حياتها لازم تعمل حاجات كبيرة وضخمة وصعبة جدا. الحقيقة إن في عادة واحدة صغيرة جدا لو التزمت بيها يوميا حياتك هتتغير 180 درجة. العادة دي أي حد ممكن يبدأها من النهاردة ومش هتاخد منك أكتر من 5 دقايق. أنا عبد الله مصطفى وبساعدك بخطوات عملية إنك تطور من نفسك وتعيش حياتك بتركيز أكبر. في الفيديو ده هشاركك عادة بسيطة جدا لكنها هتديك وضوح وتركيز وإنجاز فوق ما تتخيل. طيب إيه هي العادة دي؟ العادة دي إنك كل يوم تمسك ورقة وقلم وتكتب 3 حاجات مهمة جدا. أول نقطة هتكتبها إيه اللي عايز تنجزه النهاردة. النقطة التانية حاجة أنت ممتن ليها. النقطة التالتة فكرة أو ملاحظة خطرت على بالك. بس كده أنت مش محتاج تكتب لا مقالة ولا كام صفحة عشان خاطر الموضوع ما يبقاش صعب عليك. طيب هو ليه العادة دي أصلا قوية؟ لأنك لما بتكتب أي حاجة أنت عاوز تعملها أو تنجزها يومك كله تركيزك بيتوجه ناحية الحاجة اللي أنت كتبتها دي. بتصحى وأنت عارف إيه أولوياتك وهتروح فين وتيجي منين. إنما بقى في الحاجة التانية لما تكتب حاجة أنت ممتن ليها عقلك بيتوجه بشكل غير مباشر للحاجات الإيجابية بدل ما يبص على السلبيات أو يدور على المشاكل. الحاجة التالتة لما تدون أو تكتب ملاحظة أو حاجة خطرت على بالك، طيب ده بيعمل إيه؟ بيخلّيك دايمًا فاكر إيه الخطوات اللي أنت هتعملها، بيخلّيك حاضر ذهنيًا ومركّز في كنز الأفكار اللي بييجي من دماغك. طيب إيه تأثير العادة ديّة على حياتك؟ هتلاحظ إن حياتك بقت أكتر هدوء وتنظيم. طيب بعد شهر هتحس إن أهدافك وطموحاتك بقت واضحة بشكل كبير جدًا. طيب وبعد سنة هتكتشف إن أنت بنيت سجل كامل لحياتك، عملت خريطة تقدر تعرف بيها وقتك راح فين وإيه اللي أنت عملته وإيه اللي وصلت له، إيه اللي حققته وإيه اللي ما حققتوش، وإيه اللي ناوي تعمله بعد كده. العادة ديّة أنا باكلمكم عنها بصفة شخصية إن الموضوع دوّة فرق معايا بشكل كبير جدًا، وصدقني بطّل يخلّيني إن أضيّع وقتي في حاجات كتيرة جدًا ما لهاش لازمة. طيب من النهارده حاول تبتدي في العادة دي ورقة وقلم وابتدي سجّل حاجات بسيطة جدًا، لكن مع الوقت أنت عارف إنها هتفرق معاك كتير. اكتب لي في الكومنتات إيه أول 3 حاجات هتكتبهم في ورقتك النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنضم للعيلة الجديدة. سلام.